معايا الحاج علي عبده باب الشعريه. بقول الامن يعني المفروض ينزل عشان يامن الناس دي، تعرف ناكل عيش ونعرف نمشي. يعني احنا ما عملناش معاهم حاجه وحشه. ينزلوا برضه باب الشعريه خاليه من الامن، والصيع والبلطجيه منطورين فيها. يروح يعني يشوفوا اي حد، يشوف حل، يشوف اي مسؤول كبير، نقعد مع الامنه ديت ونشوف ايه. ينزلوا يعملوا باب الشعريه. باب الشعريه بايظ خالص. احنا مش هننكر ان الثوره عملت حاجات حلوه، حاجات جميله. بس جم في الطريق وسابوها. آه. المفروض الناس اللي هم بتوع الثوره، الشباب الحلوين اللي هم عملوا الثوره ديت، لا مؤاخذه بقى هم جروها للاحسن، يمسكوا بقى يجروها للاخر. عشان احنا كده مصممين مش عارفين ناكل عيش، ولا عارفين ورانا محلات، ولا عارفين لا مؤاخذه ناكل نشرب، مش عارفين نشتغل، مش عارفين نعيش. ما ينفعش اللي احنا فيه دوت. ولادنا النهارده في المدارس مش عارفين. انا بناشد وزير الداخليه، بقول له اي ضابط يمتنع عن النزول للشارع يحيله للمعاش ويشغل الاكاديميه. الكليات اللي قاعده بره دي دخلهم الاكاديميه وينزلهم. اي ضابط يمتنع عن النزول للشارع يحيله للمعاش. احنا هنا كلنا في حي شعبي، لا عارفين الشباب تشتغل، ولا عارفين يطلعوا بعربيات، ولا عارفين اي حاجه، ومفيش حكومه، والبلد كده زي ما انت شايف فوضى. مفيش اي مجتمع في العالم بدون شرطه، ومش هنقدر نلغي الشرطه. الشرطه ليها دور مهم جدا جدا. احنا عايزين قرار من سياده المشير، قرار عاجل جدا من سياده المشير ومعاه السيد وزير الداخليه. القرار ده متضمن الاتي: اولا اي ضابط شرطه ينزل لابد انه يعامل باحترام من الشعب. من اي تهاون، اي واحد يعتدي على ضابط شرطه يطبق عليه القانون العسكري، واي ضابط شرطه يتعدى على اي مواطن يطبق عليه القانون